تفضلي. عسلامة عسلامة، معكم صانع محتوى مصطفى محمد مع المذيعة التونسية إنصاف. شو كان سؤالك والله؟ ما هي التحديات التي تواجهها كانفلونسر؟ كبداية ولا حاليا ولا بشكل عام؟ بشكل عام. بشكل عام. بالبداية كنت خايف انه الصراحة ابدأ، ولكن تخطيت الخوف، انه كل خوف في بالاخير لما يتنفذ بصير في نجاح. ثاني شغلة اللي اكثر يعني اصعب شيء او اصعب التحديات الكلام السلبي والتعليق السلبي اللي بيجي من صناع المحتوى او من الفانزات. يعني الصراحة قدرت اواجههم. في نوع النقد، في النقد البناء وفي النقد السلبي اللي بيكون مبني على غيرة او انه انسان ما بتمنى النجاح لحدا. انا كنت الاثنين احطهم بعين الاعتبار، ولكن حاليا ماشي على بس النقد البناء، واي انسان ما له اعداء هو انسان فاشل، هذا بنظري يعني. والتحديات الثالثه ان الواحد بده يكون مستمر. انا ما فيني كل يوم انه مثلا انزل فيديو بعدين اغيب شهر بعدين ارجع انزل فيديو، لا، لازم واحد يضل قاعد عم يتجدد المتابعين، يطلع لهم باحسن الشخصيه، احسن اللباس، يطلع يصور، يكون اكتف، يكون يعطي بوزيتيف انرجي للمتابعين، يطلع يصور ستوري الصبح يقول يا جماعه الخير انا بحب الحياه مع كاسه قهوه، عشان تحفز الناس اللي حواليه يعني. فانا اكثر شيء حاسه يعني مميزني كشخص انا انه كل بحكي لي انه انت عندك طاقه ايجابيه وانت كثير اكتف يعني مع الناس، بلس اي دونت كير لاي اشاعه بتطلع عني ولا بهمني الناس، طالما انا واثق بالشيء اللي عم اسويه، والشيء هذا ما عم يضر لا بالدين الاسلامي ولا. طيب على مستوى المحتوى يعني كيف تحاول تجدد على مستوى المحتوى؟ على مستوى المحتوى حسب شو نوع المحتوى، يعني حسب كل انفلونسر او كل شخص بده يبدا هو شو بده يكون متمكن. انا مبلش مثلا بفئه الكوميديا، فئه الكوميديا ما لها نهايه، ممكن واحد يطلع مليون فكره، ممكن لو انسان جيمنج بحب الجيمنج ممكن الكل يختار لعبه معينه، لو واحد فاشن اسهل شيء ممكن ينوع باللبس. ف كونتنت كرييشن بشكل عام، انتاج المحتوى يعتمد على شيء واحد، on your creative، على ابداعك. انت قد ما ابدعت انت قد ما انشهرت وطلعت. هلا صار في كثير، ولكن اللي مميز بابداعه هو اللي هينجح بزياده وبزياده. شكرا، ميرسي.